بيبدأ الفيلم بمجموعة من الشباب والبنات بيحتفلوا على شاطئ وبيكونوا مبسوطين جدا، وبتكون من قوانين الحفلة دي ان محدش فيهم يستخدم التليفون بتاعه، فكلهم وقتها بيطلعوا موبايلاتهم وبيحطوها في كيسة وبيحطوها بعيد عنهم، وده بيكون عشان محدش فيهم يسيبهم ويمسك التليفون بتاعه. وبنتعرف وقتها على واحد اسمه جيلبرت، وبيكون جيلبرت ده جايب معاه بيضة كبيرة شكلها غريب جدا ومقرف، وبيكونوا كلهم مش عارفين ايه ده، بس بيكون جيلبرت جايبها عشان يثير اعجاب صحابه، بس كل المحاولات بتاعته بتفشل عشان صحابه بيكونوا بيطنشوه. بعدها بتخلص الحفلة وبيجي تاني يوم، وبيكون نصهم نايم في العربية ونصهم الباقي نايم في البيت، بس بيكون في عدد كبير جدا منهم مش موجود. وقتها بنتعرف على بنت اسمها كيلي، وبتقوم كيلي وقتها من النوم وبتقف تتفرج على الشاطئ، ووقتها بتشوف البيضة اللي جيلبرت كان جايبها مقسومة لنصين، وبينزل وقتها طائر على الارض، وبيكون بيحاول ان هو يطير بس مش عارف، كأن في حاجة في الرملة بتسحبه لتحت، لحد ما مرة واحدة بيدخل جوه الرملة وبيختفي كأن الرملة بلعته. وقتها بتفهم كيلي ان في حاجة غريبة جوه الرملة، وان لو حد لمسها هيتسحب ويموت، فبتحذر وقتها اصحابها بس بيتريقوا عليها ومش بيصدقوها. وواحدة منهم وقتها اسمها مارشا بتحاول تثبت ان كلام كيلي مش حقيقي، وبتنزل وقتها على الرملة، بس اول ما رجلها بتلمس الارض بتلزق فيها ومش بتعرف تحركها، فبتحاول وقتها مارشا ان هي تسحب رجلها باي طريقة بس مش بتكون قادرة وبتطلب المساعدة. فوقتها بينزل صاحبها من العربية وبيحاول يروح لها عشان يساعدها، بس وقتها بيقع على الارض والرملة بتاكل وشه، واصحابه كلهم بيكونوا مصدومين من اللي بيحصل، وهو بيكون عمال يصرخ من كتر الالم وبيطلب المساعدة، بس وقتها كلهم بيكونوا خايفين ان هم يتحركوا ومش عارفين يعملوا ايه، ووقتها الرملة بتسحبه ومش بيبقى ليه اي اثر، واصحابه كلهم وقتها بيكونوا متوترين جدا من اللي شافوه ومش عارفين يعملوا ايه. فواحد منهم اسمه جونا بيقول لهم ان كل ده بسبب ان هم على رمال متحركه، بس وقتها صاحبته بتتعصب عليه وبتقول له ان الرمال المتحركه بتسحب الاشخاص بس مش بتاكلهم، وان الرمله دي مختلفه عشان دي بتقتل الاشخاص مش مجرد بتسحبه. بس وقتها بيفتكروا ان الرمله دي ما قدرتش تاكل العربيه اللي هم عليها، فبيطمنوا شويه وبيحاولوا ان هم يشغلوها، بس بتكون وقتها الرمله سحبت الطاقه من البطاريه بتاعه العربيه، فوقتها كلهم بيفقدوا الامل. وبتجرب وقتها كيري ان هي تقرب ايدها من الرمله عشان تعرف اللي بيحصل، وبتلاقي وقتها خيوط بيضه شكلها غريب جدا بتحاول تسحب ايدها لتحت، بس بتكتشف ان الخيوط دي ما تقدرش تاكل الا اللي بيلمس الرمله بس. وقتها بيفوق صاحبهم جيلبرت وبيكون محشور في برميل وبيصرخ وبيتحرك جامد، فبيحاول وقتها اصحابه ان هم يحذروه عشان لو وقع على الرمله هيموت، وبيقولوا له ان في 2 من صحابهم ماتوا بسبب الرمله دي. ووقتها جيلبرت مش بيفهم قصدهم بس بيثق فيهم وبيوقف حركه، فكلهم وقتها بيتفقوا ان هم يفضلوا في مكانهم لحد ما يفكروا في طريقه يقدروا يهربوا بيها، وبيفضلوا وقتها يحاولوا يفكروا في الحاجه اللي خلت الرمله تتحول وتبقى كده، مع انهم امبارح كانوا بيتحركوا بشكل طبيعي عليها وما كانش في اي حاجه بتحصل. ووقتها بيفتكروا اصحابهم اللي كانوا في الحفله امبارح وكانوا مفكرينهم مشوا الصبح بدري وروحوا، وبيعرفوا وقتها ان هم ماتوا والرمله سحبتهم، وان هم بس اللي فضلوا عايشين من كل اللي كانوا موجودين في الحفله امبارح، وسبب ان هم عايشين ان هم كانوا فوق حاجه وبعيد عن الرمله، انما اصحابهم التانيين كانوا نايمين على الرمله على طول فاتاكلوا. ووقتها بيشوفوا البيضه وبيلاقوها مقسومه، فبيفهموا وقتها ان هي مش طبيعيه وان اكيد في كائن جواها نزل تحت الرمله وهو اللي بيعمل كل ده، فبيكونوا وقتها عايزين يعرفوا الكائن ده مكانه فين بالظبط في الرمله، فبيجيبوا اكل وبيفضلوا يرموه على الرمله في اماكن مختلفه، ووقتها بياخدوا بالهم ان في مكان على الرمله الاكل ما تسحبش منه، بس بيكون المكان ده بعيد عنهم وصعب جدا ان هم يعرفوا يوصلوا له. وقتها بيجي غراب وبيقف قدام جيلبرت، فوقتها بيشوف جيلبرت الغراب بيتاكل والرمله بتسحبه، فبيفهم وقتها جيلبرت كلام صحابه عشان ما بيكونش شاف اي حاجه حصلت قبلها. ووقتها بيحاول واحد منهم يتحرك من العربيه بالواح التزلج علشان رجله تكون بعيده عن الرمله، وفعلا وقتها بيفضل يمشي بيها لحد ما بيوصل للترابيزه، بس قبل ما يطلع عليها بيتزحلق، فبيحاول وقتها ان هو يمسك الترابيزه، بس خيوطه وقتها بتكون وصلت لجلده، فاول ما بتلمسه بينط بسرعه وبيقف على الترابيزه، بس وقتها جلده بيكون باين عليه اللسعه بتاعه الخيوط اللي اتلسعها، فبيقول لهم وقتها ان اللسعه دي شبه لسعه اناديل البحر بس الالم اكتر منها 10 اضعاف. وبيحاول بعدها يقوم ويدور على اكل في شنطه مارشا، وفعلا بيلاقي وقتها موزه بس بتقع على الرمله، فهو بيحاول ان هو ياخدها من غير ما يلمس الرمله، وبيلاحظ وقتها ان المكان اللي وقعت عليه ما فيهوش خيوط، فبيفتكر وقتها ان هم كانوا مولعين فوق الحته دي نار في الحفله، وبيعرف ان نقطه ضعف الكائن ده هو النار، فبيمشي وقتها على الرمله دي ومش بيحصل له حاجه، وبيكونوا كلهم مستغربين، وبيقول لهم وقتها ان نقطه ضعف الكائن ده هي النار، وبياكل بعدها الموزه، بس وقتها بيلاحظ ان الحروق اللي في جلده بتزيد بشكل كبير، وبيقول لهم وقتها جيلبرت ان الموبايلات كلها في صندوق العربيه، فوقتها روني وجيم بيحاولوا يفتحوا صندوق العربيه وبيفضلوا يسندوا في بعض، بس روني وقتها بتتزحلق وقبل ما تقع بثانيه بتقدر تسيطر على نفسها، بس شنطه العربيه بتقفل على ايدها وبتفضل تصرخ من الالم. وقتها بتيجي عربيه شرطه فيها ضابط، وبيفضلوا وقتها يندهوا عليه ويحذروه من الرمله، وبيقولوا له ان هو ممكن يموت لو نزل، وبيطلبوا منه ان هو يطلب الدعم، بس هو وقتها مش بيكون فاهم قصدهم ومش مصدقهم وفاكرهم سكرانين، فبينزل من العربيه وبيلمس الرمله بس مش بيحصل له حاجه، وبنعرف وقتها ان ده بسبب ان هو لابس جزمه في رجله، وبيعرفوا ان الكائن ده مش بيعرف ياكل الشخص لو في اي حاجه فاصله ما بين الرمله وما بين رجله. ووقتها بيروح الضابط لجيلبرت وبيحاول يطلعه من البرميل بس مش بيقدر، فبيروح بعدها روني وبيلاقي ايدها متعوره ومقفول عليها من
العربيه. فوقتها كان بيحاول يطلع عصايه عشان يقدر يساعد روني بيها، بس في وسط ما هو بيطلع العصايه المفاتيح بتاعته بتقع، فبينزل وقتها الضابط عشان يجيبها، بس وقتها ايده بتلمس الرمله وبتتسحب، وهو وقتها بيفضل يصرخ من الالم ومش عارف يعمل ايه. فوقتها بتقول له كيلي يجرب يستخدم البخاخ بتاع الفلفل عليها، وفعلا وقتها بيقدر يسحب ايده بس بتكون اتقطعت، ووقتها الضابط بيفقد توازنه وبيغمى عليه، وكيلي وقتها بتروح عليه وبتاخد البخاخ بتاع الفلفل وبتسيبه من غير ما تساعده، ووقتها كلهم بيفقدوا الامل وبيكتئبوا عشان دي كانت اخر فرصه يقدروا يهربوا بيها من المكان. بس وقتها واحد صاحبهم بيقول لهم ان خيوط في الاول ما قدرتش توصل ليه بسبب الجزمه اللي هو كان لابسها، وبيطلب وقتها من واحده ان هي تحدف له اي قماش عندها، وفعلا وقتها بتحدف له، بس هو بيلقطهم بيقع السور اللي هو كان ساند عليه، وجسمه وقتها بيقع على الرمله وخيوط بتمسكه وبيموت قدام صحابه. وقتها كيلي بتفكر ان هي تستخدم السور اللي وقع، وبتنط بعدها على العربيه بتاعت جين، وبتقول لها وقتها ان هم لازم يهربوا من المكان ده في اسرع وقت. وقتها هم الاتنين بيساعدوا روني تطلع ايدها من العربيه، وفعلا بيقدروا وقتها يطلعوا ايدها من العربيه، بس روني بتكون بتتوجع جدا من كتر الالم، ووقتها بيستخدموا السور كجسر ليهم، وبيروحوا بعدها للترابيزه اللي كان جين قاعد عليها، وجين وقتها بتوصل للترابيزه وبعدها كيلي، وبعدها بيجي دور روني، بس بتكون ايدها وقتها وجعها جدا وعماله تنزف، فبتفقد وقتها توازنها مره واحده وبتقع على الرمله. وقتها كيلي بتحاول تنقذها ببخاخ الفلفل، بس وقتها الرمله بتقدر تسحبها وبتموت روني. بعدها كيلي بتحاول ان هي تنفذ الخطه بتاعت صاحبها اللي وقع من على السور، وبتلف وقتها على رجلها قماش كتير جدا، وبتجري في اتجاه العربيه بتاعت الشرطه عشان دي املهم الاخير. ووقتها جيلبرت بيكون بيحتفل ومبسوط جدا، بس وقتها الارض من تحته بتتهز جامد وبينزل دم من بق جيلبرت، وبنعرف بعدها ان الكائن ده قدر ان هو يخرج من الرمله ويخش جوه البرميل ويسحب جيلبرت لتحته ويموته. ووقتها بتكون جين وكيلي مصدومين جدا من ده وخايفين جدا، وبتكون جين وقتها قدرت ان هي توصل للعربيه واستخدمت نفس طريقه كيلي، بس وقتها الكائن ده بيقدر يحرك العربيه جامد وبتقع وقتها جين وبتفقد وعيها. وبعدها بيجي الليل وبتصحى جين وبتدور وقتها على اي حاجه تقدر تساعد بيها جون عشان كان مغمى عليه، وبتلاقي وقتها مركب نجاه فبتفتحه على الرمله، وكيلي وقتها بتحاول ان هي تدخل جون جوه العربيه، بس قبل ما تركب الكائن ده بيظهر وبيحاول ياكلهم، بس وقتها بتمسك البنزين وبتفضل تكب على الرمله وحواليها، وبتمسك بعدها كبريت وبترميه على الكائن، ووقتها الكائن ده بيتحرق وبيموت، بس هم مش بيكونوا عارفين وقتها هل هم فعلا كده نجحوا ان هم يموتوه ولا لا، ومن كتر التعب بيناموا في العربيه. بيجي بعدها تاني يوم وبيجي شخص غريب ناحيتهم وبيخبط عليهم، وبيعرفوا وقتها ان هم نجحوا والكائن مات عشان الراجل ده كان قادر ان هو يمشي على الشط عادي برجله، فبينزلوا وقتها وبيكونوا فرحانين جدا ان هم قدروا ينجوا من وسط كل اصحابهم اللي ماتوا. لو طريقتي عجبتك وعايز تشوفني تاني اعمل سبسكرايب للقناه ولايك للفيديو ده عشان نقدر نوصل ل 10000 سبسكرايبر في اسرع وقت. ولو عايز فيلم تاني اجمد من الفيلم ده عن صياد شياطين بيحارب شيطان مرعب فانا ارشح لك جدا الفيلم ده، ولو انت قدرت توصل للحته دي فانت حقيقي شخص مميز، اعمل الايموجي ده عشان اعرف انك قدرت توصل لحد هنا. الفيلم ده كان فيلم قوي جدا وحقيقي فيلم خرافي، وتقييمي ليه هو 7 من 10، واللي منتج الفيديو ده هو اخويا العربي. وسلام.